اقرأ باسم حزبك الذي خلق الإنسان من وحده. يوسف أيها الصديق أفتنا في 9 بقرات سمان يأكلنهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قيس سعيد يحرف القرآن مجددا، فالآية 46 من سورة يوسف مختلفة عما قرأه سعيد من ورقة أمامه. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. لقيس سعيد سوابق كثيرة في تحريف النص القرآني، فقد سبق له أن استشهد بمثل عربي مدعيا أنه نص قرآني، ليتذكروا قوله سبحانه وتعالى قل الحق ولو كان على نفسك. كما سبق أن استشهد بمقولة للصحفي التونسي محمد قلبي فيها تحريف للنص القرآني واستهتار واضح بقدسيته. كما خلط بين آيتين من القرآن الكريم، الآية 8 من سورة آل عمران والآية 10 من سورة الكهف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قيس سعيد الذي يصف خصومه بالمنافقين وتجار الدين حريص على تقمص شخصية المؤمن التقي، مولع بالتقاط صور له في المساجد يؤدي الصلاة والاستشهاد بالقرآن الكريم، محرفا آيات ومنتحلا أخرى، فاضحا جهله المخجل بكتاب الله.